تتجه أنظار الجماهير العربية والسعودية مساء اليوم إلى ملعب الأول بارك في الرياض، حيث الكلاسيكو السعودي بين النصر والاتحاد في إطار قمة من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المواجهة التي تعتبر السادسة والثمانون في تاريخ الفريقين في جميع البطولات، والتي تشهد دائما الكثير من الندية والإثارة. ويدخل فريق النصر المباراة بأكثر ثقة وهو المتصدر الدوري السعودي بفارق الأهداف، ومستفيدا من توهج الفريق الهجومي حيث سجل 12 هدفا في آخر 3 مباريات في ظل تألق الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، في حين يسعى فريق الاتحاد إلى استعادة ثقته خاصة بعد تأهله بصعوبة في الدور السابق، وأيضا لنتائجه غير مستقرة في الدوري حيث يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي. كل التوفيق للفريقين ونتمنى التأهل الأفضل إن شاء الله.